اسمعني اولا. الطريقه الهجوميه اللي انت كتهضر بها باينه بان اسمعني. الطريقه الهجوميه اللي كتهضر بها مبينه بانك هاز في قلبك شي حاجه. هذه وحده الاولى. قلبي شي حاجه من فرنسا ولا من المغرب؟ اسمعني كاع ما تبقى تدور عليا ما ندور عليك. صديقي هز في قلبي مالاش فيها صديقي الطريقه الهجوميه اللي كتهضر بها عندك انا اسمعني ما تشخصنش الهضره، ما تشخصنش الهضره. وانا ما رانيش انت حتى اشخصن معك، انا اطالب بالدليل. رتب الطريقه اللي كتهضر بها صديقي. بقى هادي ما صديقكش انا. اسمعني جيدا صديقي. هي طريقه في الكلام. انا ما صديقكش. انا تعلمت تهضر باداب. انت هي طريقه في الكلام. الان طالبتك بالدليل. انت بنيت نظريه مؤامره. نبقاو هكا الى غدا؟ لا اسمعني. حتى تعلمت تهضر الطريقه الهجوميه ومحاوله السيطره على الكلام. هذيك ديرها مع الريك، ماشي معايا انا. غير بالعقل تريكتك ديرها مع بوصبع ماشي معايا. بويا الرديله ما تقوليش تريكتك. لم اسرك تريكتك انت. فهمت؟ هذيك الهضره مع تريكتك انت. الطريقه باش طالع اوفونسيف. انت طالع اوفونسيف. عندك معايا مشكل خرج معاها ديريكت. ماريا الان اذا خرج معاها ديريكت ماريا صارت اشكاليه كبيره. المهم هكذا ما غاديش نوصلوا للنتيجه. المهم انا غادي نصيفط لك الدليله ماريا. انا راح نتكلم صافي. الان راح نتكلم ومره اخرى تربى تعلم كيفاش تهضر. السلام عليكم. هذه هي الحقيقه نتاع المعارضين نتاع النظام الجزائري كلهم. هذوك المعارضين بحال شوقي بن زهراء، بحال ماريا، بحال هشام عبود، بحال انور مالك، بحال زيتوت، بحال امير ديزاد، هادو كلهم معارضين النظام الجزائري والكبرانات وضد النظام الجزائري. ولكن راه في نفس الوقت راه ما تيحملوناش حنا المغاربه وتكرهونا، حيت هذيك كبروا فيها، هذيك داخله لهم في الدم، ما عمرها غادي تبدل. اما ملي تشوفهم تيهضروا على المملكه المغربيه بشي حاجه مزيانه وتيقولوا الحقائق على المملكه المغربيه، وراه مكره على هذاك الشيء، ماشي هو بطل. حنتي الا بغى يبدا تيكذب يبان بحال ذاك النظام ديالو. داكشي باش تيقول الحقائق. الان المغرب فات الجزائر في الصناعه، في الاقتصاد، في الدبلوماسيه، حيت هادشي راه حقيقه ماشي حاجه تيتفضل علينا بها وتيقولها. ثاني حاجه ملي تيبغيو يضربوا النظام ديالهم تيضربوه بينا حنا كمغاربه. هادشي اللي تيحتاجونا هاد المعارضه، شي حاجه اخرى ما تيحتاجوناش ليها. اما هذا الاخ المغربي الجنرال اللي طلع مع هاد شوقي وطلع مع هاد ماريا، اخويا الجنرال مع احتراماتي ليك وراني تنحترمك، ما كانش عليك تطلع معاهم لهاد المنصه. انت اللي حطيتي راسك في هذا الموقف وخليتيهم يهضروا بهذيك الطريقه. هذاك السيد اصلا مستفز. انا تنشوفو كي تيهضر مع ولاد بلادو والطريقه اللي تيهضر مع ولاد بلادو، انسان راه غير محترم بصفه نهائيه، متكبر ومتعجرف. هذاك راه كون وصل للمرتبه اللي وصل لها امير ديزاد كون قال لهم انا ربكم الاعلى استغفر الله العلي العظيم. هذاك راه عيطت عليه غير قناه فرنسيه وهضر معاه على حسب المشاكل اللي كانوا وقعوا ليه مع النظام، صافي هو يدير فيها بطل قومي ولا تيهضر بهذه الطريقه. انا راه ما عنديش شي مؤاخذه عليه، غير انا وحده اللي تنقولها ديما، انايا تنقول الجزائريين ليس في القنافذ املس، بحال النظام بحال المعارضه بحال الشعب كلهما السم ودم سنيهم، واللي ما تيحملوش هما حنا المغاربه. وهذه راه حقيقه خاصنا نعرفوها هنا في المغرب، وبلا كثره النفاق وبلا كثره تبقى تكذب على راسك. ما عمر الجزائري كبر في حياته تيحترمك او تيقدرك او هز عليك شي حاجات الخير. هو من لاك خيش هو تيقرا بان انت عدو، بان انت دوله محتله، بان انتم تابعين البنيصوص، بان انتم جميع الموبقات فيكم من صغرو. منين تولي معارض نتاع النظام وفي نفس الوقت تيبقى الكراهيه لينا حنايا تتبقى هذيك كاينه. داكشي باش اخويا المغربي لا باقيش تحطنا بحال هاد المواقف ولا باقي تكبروا لي شي واحد بحال هاد الجزائريين. هضر مع خوتك المغاربه وخوتك المغاربه وكبر بخوتك المغاربه. علاش حنا المغاربه عزيز علينا نكبروا بالبراني؟ علاش؟ على اخويا الجنرال خاصين كل المنصات بغيتي حتى 20,000 منصه نعطوها لك اخويا الجنرال ودخل وهضر. ما تهضرش معاهم وما تتكلمش معاهم، مع احترامي لكم ومع احترامي لجميع المغاربه. غير المغاربه الله يهديكم، لا باقيش تطلعوا شي منصه من غير المنصه نتاع المغاربه.
اللي خرج من دارو تيتقل مقدارو. منين انت مغربي وتدخل منصه مغربيه تتلقى الترحاب وتتلقى ولاد بلادك وتتلقى راه الدار. منين تدخل عند الجزائريين تيكرهوك وما تيحملوكش، وحتى الا كانوا تيسبوا في النظام ديالهم راه في نفس الوقت راه تيسبوا فيك نتايا، غير في هذيك اللحظه ما باش يسبوك حيت عندهم بك غرض ويستفزوا بك النظام. اما من وراء هذيك اللحظه راه بيناتهم راه تيسبوك عاديه، وهذه راه هي الحقيقه. اخوتي المغاربه، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج منها المغاربه سالمين. وبركه عندنا من هذه العاطفه الكثيره، عاطفه كثيره بركه علينا من هذه المساله العاطفه. والسلام عليكم. ما تنساوش التعليقات نتاعكم، خلونا في التعليقات نتاعكم اش بان لكم في هذه الهضره اللي قلت. الا كنت خاطئ كتبوا لي خاطئ، انا متقبل الهضره نتاعكم. كنت نقول شي هضره معقوله قول لي راه هضرتي هضره معقوله، باش ندوروا هذه الهضره بيناتنا حنا مغاربه ونكونوا يد وحده في جميع المواضيع. وتنتمنى منكم الاشتراك واللايك، وخلوا هذا الفيديو ما يوقفش عندك، خليه يوصل لخوتنا المغاربه. والسلام عليكم. يعني احنا في الجزائر الآن إذا كان قررنا الدخول في حرب مع المغرب راح ندخلوا، لكننا لا نضمن متى سننهي الحرب وكيف سننهي الحرب. لكن ما أنا متأكد منه، ما أنا مقتنع ومتأكد منه 100% أن الحرب لن تنتهي إلا بتحطيم الجيش المغربي تحطيم تام. إذا خرجت رصاصة جزائرية أو انطلق صاروخ جزائري موش راح يكون لعب الذر، موش باش نخوفوا المغرب، لأن المغرب يعرف حجم القوة العسكرية الجزائرية ويعرف إمكانيات الجزائر، وبالتالي لسنا بحاجة إلى إبراز عضلات الجيش الجزائري اللي هو جيش يعتبر من أقوى الجيوش العربية وأقوى الجيوش الإفريقية. النظام المغربي يرى وغضب الشعب المغربي واعتراضه واحتجاجاته، آلاف الفعاليات بين مظاهرات واحتجاجات ومسرحيات وأشعار ومحاضرات في المغرب ترفض هذا التطبيع ولا يلقي لهم بالا، لا يهتم. وبعضهم يزعم أنه مع فلسطين ظالمة ومظلومة ويبيع الأوهام لبسطاء العقول، ولكن يعتقل الجزائريين ويدخلهم السجن وبأحكام سجن مطولة فقط لأنهم أرادوا أن يساعدوا إخوانهم في غزة، في حين أن أيام الاستعمار الفرنسي ذهب آلاف الجزائريين لمساعدة إخوانهم وكانوا هم أصلا تحت الاحتلال. هذه الأوضاع بطبيعة الحال ما نقولها لكمش باش يشعر عندكم اليأس ولا لا، في الحقيقة هذه كلها مؤشرات على أننا نصل إلى مرحلة نهاية الحكم الجبري، الحكم الدكتاتوري الاستبدادي الطغياني بعبارة أخرى. كلمة الجبري هذه عبارة نبوية تحدث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في عديد من أحاديث النبوية الشريفة، وكيف أن الأمة تمر بمراحل نهايتها الحكم الجبري. ولكن هذا الحكم الجبري يظهر بطريقة فاضحة مرعبة مزعجة مقلقة وأحيانا صادمة جدا.